مساء الخير عليكم جمهور المصري البورسعيدي في كل مكان. النهارده تحكيم فاجر ولجنة حكام أفجر، واللي قاعدين على الفار عايزين قطة تاكلهم. كورة ضربة جزاء زي عين الشمس، المذيع هيتجنن. ازاي الكرة دي ما تحسبش ضربة جزاء؟ المحللين بعد الماتش هيتجننوا، ازاي دي ما تحسبش ضربة جزاء؟ مصر كلها ازاي الكرة دي ما تحسبش ضربة جزاء؟ هو الحكم ده كان شارب حاجة قبل الماتش؟ جاله داء العمى مش شايف الكرة وبيطرده؟ طب سيبه، انت راجل ما بتفهمش في التحكيم، خلاص سيبه. بتطرده والفار ما ينادهوش، ما راحش يشوف الكوره، يبقى العمليه دي خطه مدبره. مش عاوزين المصري يبقى في المربع الذهبي، والكلام ده قلناه لمستر كامل ابو علي. المطوشه الجايه عايزين حكام اجانب، لان الحكام مستقصده النادي المصري. ده كوره ما يختلفش عليها اتنين، ضربه جزاء واضحه، شدوا. انا بنبه على لعيبه المصري ما تقعوش الا ما تموتوا جوه منطقه الجزاء عشان الحكم يحسب ضربه جزاء. طب احنا استفدنا ايه دلوقتي؟ كنا احنا مهاجمين الماتش، راح طرد من عندنا لاعب، وبدل ما يتحسب لنا ضربه جزاء راح طرد لاعب. هنستفاد ايه بقى من الحكم يتوقف او ما يتوقفش؟ المفروض الحكم ده ما عادش يحكم، ده حكم ما بيشوفش، والفار برضه ما بيشوفش. انا قلت عشان حال الكوره في مصر يتصلح سنه واحده، اتحاد كوره اجنبي، لجنه حكام اجنبيه، حكام اجانب، هتلاقي منظومه التحكيم كلها تتصلح. انما بالشكل ده الوقت احنا استفدنا ايه؟ ان شاء الله وقف الحكم المصري استفاد ايه؟ والنهارده طبعا خلاف المباراه انا بشيد بعصام ثروت الحارس الامين المصري، رغم غيابه كتير مطوشه كتيره، انما لما رجع وقف واثق من نفسه، والنهارده شال اكتر من كوره، فشابوه عصام ثروت نجم المباراه. ده اللي اقدر اتكلم في المباراه النهارده. شكرا.